مش عارف اذا كنت لوحدي ولا لأ، بس انا بمر بالمشكلة دي حرفيا كل يوم. من كام يوم صحيت كده قلت ايه، لا بصراحة انا مش هينفع كده كل يوم بنفس الشكل. اصحى متأخر، اقعد على التليفون شوية، افطر، اقعد على التليفون شوية، اتغدى، امسك التليفون شوية، اتعشى، اقعد على التليفون شوية، اقعد على التليفون شوية، اقعد على التليفون شوية، بعدين قبل ما اخش انام بقعد على التليفون شوية، بنام، اصحى متأخر ونفس الدايرة تدور. قلت لا حرام، مش هينفع كده، لازم اتغير، لازم حاجة تحصل. انا هكون ويس جديد تاني خالص، انا هكون شخص جديد. وفعلا صحيت الفجر تاني يوم وكتبت الحاجات اللي ورايا واللي المفروض اعملها، وفعلا بدأت اعملها. ما شاء الله، الله اكبر، الاحلام بتتحقق. وكنت على الساعة 10 قبل الظهر مخلص يعتبر تلت الحاجات اللي انا كنت كاتبها، لحد اما جات لي رسالة على الموبايل. ايه اللي حصل؟ قلت لا مش هستسلم وهركز ومش هفتح الموبايل، وبدأت وكملت مذاكرة وبدأت انجاز، وكملت اخلص واخلص واخلص لحد اما جات لي رسالة كمان على الموبايل. قلت لا انا مش هستسلم، انا هكمل وهشد على نفسي لحد اما جات لي رسالة كمان على الموبايل. قلت لا اكيد كده في مصيبة، في حاجة حصلت، في حاجة بتحصل. فرحت فتحت الموبايل، لقيت واحد صاحبي عادي يعني بيسألني صحيت ولا لسه. فقلت له انا صحيت ومش عارف وخلصت كذا وعملت كذا. قال الله اكبر يا دحيح يا ابني مش عارف ايه. قلت طب نبدأ في ايه؟ قلت له بس هنذاكر كذا وكذا وكذا ومش عارف ايه. فقال لي انت شفت اللي بيحصل؟ قلت له ايه اللي بيحصل؟ قال لي انت ما فتحتش انستجرام؟ قلت له لا ما فتحتش انستجرام. بالمرة خش بص على الانستجرام بتاعي، سيب لك الرابط تحت. بعد ما صاحبي قال لي كده انا قلت لا، ده اكيد خطة شيطانية، الشيطان بعت صاحبي عشان يخليني افتح الانستجرام عشان ما اخلصش مذاكرتي واخلص اللي ورايا. فما استسلمتش ورحت كملت مذاكرة، وفعلا بدأت اذاكر واذاكر واذاكر. بس انا وانا بذاكر كان في مصيبة بتحصل، كان في مشكلة، الا وهي ان انا مش في كامل تركيزي. انا دماغي، عقلي، روحي، حياتي كلها هموت واعرف ايه اللي حصل في الانستجرام، هموت واعرف ايه اللي صاحبي قال لي انك فوتته. فاصبح الحوار ايه، ان انا بذاكر ومش عارف انا بذاكر ايه. انا بذاكر ومش مركز، بذاكر ومش فاهم اللي انا بقراه. بس انا دماغي اتسحلت خلاص، انا مسحول، لازم اعرف في ايه بيحصل على الانستجرام اللي صاحبي قال لي لازم تخش تشوفه وسألني عليه وانا معرفتش. فاهمني؟ فقلت خلاص انا هخش، هعرف ايه اللي بيحصل، وهسيب الموبايل وهكمل مذاكرة. فعلا دخلت اشوف ايه اللي بيحصل، بس الصدمة مش هنا. الصدمة ان انا سبت الموبايل وانا بسمع اذان المغرب، كنت بتفرج على قطة بتعمل بيتزا. ايوه، منك لله يا صاحبي. انا ساعتها وانا بتسحل في المذاكرة ودماغي مع انستجرام كنت قبل الظهر، قبل الظهر. يعني انا كده حرفيا وقت المغرب ده مثلا لنفرض ان الساعة 6 او الساعة 5، وانا كنت قبل الظهر مثلا نقول بساعة او بساعتين، فانا كده يعتبر ضيعت 8 ساعات. 8 ساعات مش كده وبس، ده الانيل اني فوتت صلاتين ظهر وعصر، ده كله عشان بس انا دخلت اعرف ايه اللي فايتني على الانستجرام. بص انا ما اعرفش انا بمر بالمشكله دي ولا لا، بس اكيد انت بتمر بيها، واكيد كل اللي في سن بيمر بيها. ودي مشكله عويصه، مشكله صعبه جدا، مشكله بتضيع وقتنا وحياتنا. مشكله انك اخر اليوم بتبقى تعبان وانت اصلا ما بتبقاش عملت اي حاجه في اليوم. فلو نظرت للموضوع هتلاقي ان احنا ما حققتش اي حاجه، وانت كمان محبط فشخ. احنا تعبانين من التشتت، لا من ضيق الوقت ولا من كثرة المهام، وإنما من التشتت. التشتت التشتت. دماغك طول اليوم في مليون حاجة، رسالة، فيديو، فكرة جديدة، قلق، مقارنات. يخرب بيح السوشيال ميديا هي اللي بتكبر المقارنات دي، سواء المقارنات مع ابن خالتك. ده لو انت ما عندكش سوشيال ميديا فبتقارن مع ابن خالتك، وده بيقلل طاقتنا وبيستهلكها جدا، وبتيجي على اخر اليوم محبط، ما عندكش طاقة، وحاسس بانعدام ثقة في نفسك. اه والله العظيم مش عارف، في تشبيه بيجي في دماغي للحالة اللي احنا بنمر بيها دي، بس بجد هو تشبيه، تشبيه بليغ جدا. عارف لما تفتح في خلفية الموبايل 40 50 ابلكيشن، بتلاقي البطارية بتخلص بسرعة، اداء الموبايل مش كويس، الموبايل مش بيستجيب معاك بسرعة. فده الموبايل، فما بالك بدماغك بقى انت؟ يعني مليون ألف حاجة انت شاغل نفسك بيها، فانت عاوز تأدي ازاي؟ عايز تفكر ازاي؟ مفيش أي حاجة. أداء الموبايل بيكون زي الزفت، أسوأ من أداء محمد صلاح في المنتخب. بس ما تقلقش، أنا مش هسيبك لوحدك، أنا جاي لك بالحل. بكام خطوة؟ ب4 خطوات،
وانا متعمد اعملهم كده 3 و1. 4 خطوات وانا قاصد اعملهم كده، 3 هنا وواحد لوحده هنا. طب ورقة وقلم بقى واكتب بقى بسرعة. 4 خطوات، لا، 4 خطوات انك تتخلص وتنجز مهامك في يومك، تنجز بسرعة، تخلص اسرع، حياتك تتحسن للاحسن، تتحسن للاحسن. شوف قافية. 1، ابعد الموبايل، اعمل له وضع طيران وارميه في اي داهية بعيدة عنك. 2، ابعد الموبايل، اعمل له وضع طيران وارميه في اي داهية بعيدة عنك. 3، ابعد الموبايل، اعمل له وضع طيران وارميه في اي داهية بعيدة عنك. يا رب الرسالة تكون وصلت. عشان كده مالك 3 و1. والواحد الاخير ده بقى هو ايه؟ حاول مثلا في اليوم اللي انت ناوي تنجز فيه، مثلا نفترض انه بكره، فانت هتكتب مهامك مثلا من النهارده بالليل او من بكره الصبح، يعني اول ما تصحى من النوم. ومش مهم تصحى امتى، مش لازم تصحى بعد الفجر. لو صحيت الظهر، صحيت متاخر، لا تسعى للكماليه يا صديقي. انا لو سعيت للكماليه كان زماني بدات من تالتة اعدادي يوتيوب. بس يلا الحمد لله، عشان انا بسعى للبرفكشنزم. بيرفكشنزم، يس، لانني بسعى يلوي، لان انا بسعى للبرفكشن، يا لا مش قايلها، اسعى للكماليه. عقده الخواجه اللي فينا لازم ننطق انجليزي يعني. لا تسعى للكماليه يا صديقي، لا تسعى للكماليه ابدا. هتكتب المهام وترتبها من الاصعب والاطول يعني. اول مهمه هتكتبها، او المهمه رقم 1 دي، هتكون اصعب واحده واطول واحده، وبعد كده بالتدرج بقى لحد ما توصل للمهمه الاقل حاجه. فانت لو فعلا مشيت بالنظام دون، انت هتيجي على اخر اليوم لو ما خلصتش غير المهمه اللي هي الاصعب والاطول دي، صدقني انت هتيجي على اخر اليوم حاسس برضا تام عن نفسك، وتحس انك طلعت من اليوم ده بفايده غير باقي الايام. هتخلص اليوم وانت راضي عن ذاتك، في شعور بالرضا كده، احسن ما تنهي اليوم يا عم في فيديوهات القطط اللي بتاكل بيتزا. في حاجة حلوة جدا قرأتها معرفش فين، بلاش 10% من 10 حاجات، ولكن 100% من حاجة واحدة. بجد والله يعني فكر فيها كده. انت عملت 10 حاجات، دلوقتي قدامك 10 حاجات، خلصت 10% من كل حاجة. فانت لو حد جه قال لك انت خلصت ايه، انت حرفيا ما خلصتش حاجة، انت خلصت 10 حاجة من كل حاجة، يعتبر ما خلصتش حاجة. نيجي بقى على الناحية التانية، تخلص 100% من حاجة واحدة. فلما حد يجي يقولك انت خلصت ايه، انت خلصت حاجة، انت قادر تمسك حاجة ملموسة كده، انت خلصتها. فاهم؟ دي الفكرة. جرب بكرة او النهاردة لو انت صاحي بدري تعمل الحاجات دي، وتكتب حاجة واحدة من المهمة تكون اصعب واطول حاجة، وتخلصها وتنهي عليها، وقول لي حسيت بايه، وهل فعلا اخر اليوم حسيت برضا وانجاز عن ذاتك، ولا زي باقي الايام؟ قول لي ايه رايك بقى في الحلقه اللي اكيد عجبتك دي. نتكلم عن ايه بقى ان شاء الله المرات اللي جايه، المره الجايه او المرات اللي جايه. تديني افكار مثلا نعمل ايه الحلقات اللي جايه او المرات اللي جايه. دي مشكله كنت بواجهها، مش عايز اقول ان انا تخلصت منها او حليتها حل جذري، ولكن الطريقه دي جابت معايا، فقلت اشاركها. يمكن تنفع غيري، يمكن تنفعك انت عزيزي المشاهد. واذا لم تشترك فاعلم ان الشيطان قد منعك. حبيبكم أويس يمسي عليكم ويتمنى لكم إنجازا سعيدا في حياتكم. بس كده، سلام. والله بفكر يا جدعان أعمل حلقات في رمضان. سلام.